السلام عليكم. هي بتقول اسمها من نفسها. النهاردة ان شاء الله هنعمل مبكبكة باللحمة. بص طعمها خطير جدا، هو الشتاء عاوز كده. بص بقى يا باشا، اللحمة وجمال اللحمة. اللحمة دايبة دوب. حتة زبدة. يلا بينا نقول بسم الله. الاول عندنا هنجيب معلقة زيت ومعلقة زبدة وهننزل فيهم ببصليتين مفرومين ناعمين. بعد كده هننزل بفصين توم مفرومين، وقلب الكلام ده لحد ما ياخد لون معانا. بعد كده هتجيبي نص كيلو لحمة وهتقطعيها مكعبات صغيرة وهتنزلي بيها على البصلاية والثوم. بعد كده هنديها معلقتين من الصلصة الحمراء، اديها تقليبة. وبعد كده هننزل بنص معلقة كبيرة من الكركم، وتسيبي اللحمة تاخد لون كده تتشوح. بعد كده هننزل بنص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهنديها نص لتر من عصير الطماطم. يديهم تقليبة، وبعد كده قرن فلفل حامي. هي اختياري، بس هي المبكبكة مشهورة بان هي بتكون حامية. بعد كده الكاتل الجميل بتاعك وتنزلي بمية سخنة وتسيب اللحمة تستوي. وهنا كانت اللحمة بدأت تدخل في السوى، اديناها رشة من الملح بقى. وبعد ما اللحمة تدوب معاكي كده وتتقطع بسهولة، تنزلي بقى آخر حاجة بالمكرونة. كيس مكرونة حلو على المقادير دي، وبلاش تزودي في المكرونة علشان تطلع معاكي مظبوطة. وتوطي عليها النار وتسيبي المكرونة تستوي. وهنا يا باشا كانت بص بتبكبك وبتقول اسمها. كانت خلاص جاهزة للتقديم. البايركس الجميل بتاعك او السرفيز، وانزلي بقى بالمبكبكة. واحلى مبكبكة وبالهنا والشفا. تتاكل وهي سخنة كده في حتة تانية. خطيرة جدا. بص بقى يا باشا، اللحمة وجمال بص اللحمة. اللحمة كانت خطيرة. حتة زبدة. جربوها وان شاء الله تعجبكم. الف هنا وشفا، وما تنسوش تقولولي رأيكم في الكومنتات، وشكرا.